السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم كيكه التفاح بمقادير بسيطه، طريقه سهله وسريعه، والنتيجه رائعه في الشكل وفي المذاق. كتجي خفيفه بزاف ولذيذه. ضروري تجربوها وخليوا لي ارائكم في التعاليق كيف جاتكم. وغادي نحتاجو كمكونات 4 البيضات حراره المطبخ، نضيف لهم كأس سكر حبيبات وقبصه ملح، وغادي نخلطوا البيض والسكر جيدا حتى يندمجوا. يولي اللون ديالهم ابيض ما يبقاش اصفر كيف كتلاحظوا. هاد العمليه كتخلينا نحصلوا على نتيجه افضل. وغادي نضيفوا ليهم ياغورت باي نكهه بغيتو، انا استعملت نكهه الفاني. 110 غرام. ونفس الكأس ديال الياغورت غادي نعبروا به زيت نباتيه. وغادي نخلطوا كذلك الزيت والياغورت صافي. ودابا غادي نخدموا غير بالخلاط اليدوي. غادي نحتاجوا 2 كؤوس دقيق 250 غرام، من الافضل يكون الدقيق نوعيه جيده، وساشي خميره كيميائيه 7 غرام. غادي ندير غير خماره وحده. وغادي نخلطو غير بالخلاط اليدوي، ما نخلطوش الدقيق بالخلاط الكهربائي باش ما نخسروش الفوليوم ديال البيض اللي طربنا في الاول. وغادي نضيف ليه الزبيب اختياري، تقدروا تضيفوا كذلك المكسرات الا بغيتوا. ونخلطوا الزبيب مع الخليط. وغادي ناخذوا مول ندهنوه بالزبده ونفرغوا فيه الخليط ديال الكيك. وغادي ناخذوا التفاح تخليوه بالقشره ديالو او تحيدوها اللي بغيتو، ونقطعوه على هذا الشكل. وغادي نوضعوه بهذا الشكل كيف كتلاحظوا صافي. ندخلوا الكيك ديالنا للفرن على حراره 170 حتى 180 درجه من 35 دقيقه حتى 40 دقيقه حتى تطيب وتحمر، ونخرجوها. وهذه الكيك ديالنا من بعد ما طابت وبردات شويه كنحيدوها من المول. وغادي نزينها بالسكر الناعم من الفوق كيف كتلاحظوا كتجي محمره ورائعه. غادي نقطع لكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كتكون هشيشه بزاف، لذلك حاولوا تقطعوها غير بشويه. الى جربتوها خليوا لي ارائكم في التعاليق، ولايك للتشجيع، بارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب. ولا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ضغطوا على الزر الاحمر للاشتراك مع تفعيل الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات. ونتلاقاو مع وصفه جديده ان شاء الله.